يا هلا بيكو. وقبل ما نبدأ خلونا نصلي على النبي. في بداية الفيلم بنشوف بنت قاعدة لوحدها في البيت، والدنيا بره بتكون بتمطر جامد، وساعتها كانت بتكلم أمها في التليفون وبتقول لها أنا خايفة جدا ومش قادرة أستحمل أقعد لوحدي، أرجوكم ارجعوا بسرعة. ومن الكلام بنفهم إن أهلها بره المدينة، وبسبب المطر هم مش قادرين إنهم يرجعوا دلوقتي، فقالوا لها اقفلي كل الأبواب والشبابيك كويس جدا وما تفتحيش لأي حد. وبعد ما عملت كده بتشغل التلفزيون، وساعتها كانت الأخبار شغالة على طول عن قاتل مجنون، والقاتل ده طريقته غريبة ومرعبة جدا، بيدخل البيوت بأي حجة وبعدها بيقتل اللي جواه وبيخنقهم بحبل. والأخطر من كده إنه بيتعمد يختار البيوت اللي فيها شخص لوحده. والمشكلة بقى إنه مش بيسرق أي حاجة، هو بس بيقتل علشان يحس بالمتعة. وخلال شهر واحد بس قتل 3 ضحايا، والشرطة لسه مش عارفة توصل له. وعلشان كده الأخبار كانت بتحذر الناس إنه محدش يدخل أي غريب بيته، ولو صدفت وحد خبط على بابه يبلغ الشرطة فورا. فالبنت أول ما سمعت الكلام ده بتتوتر طبعا، لأنها هي كمان قاعدة لوحدها، وده بقى يخليها هدف سهل جدا بالنسبة للقاتل. فقامت فورا قفلت باب البيت الرئيسي، وبعدها طلعت على غرفتها فوق. لكن وهي قاعدة فجأة خدت بالها إن باب الحمام مفتوح، فراحت ناحيته بخوف تشوف في حد ولا لأ، لكن ما لقيتش أي حد، فقفلت الباب. ولسه هترجع بتحس إن في حد مستخبي تحت السرير، فبصت بس ما كانش في حد. وبعدها بقى حست تاني إن في حد ورا الستارة، فراحت تبص وبرضه ما كانش في حد. وبعد ما حاولت تطمن نفسها قعدت شوية، لكن فجأة الكاميرا بتورينا كأن في حد طالع على السلم من تحت وبيستخبى ورا السرير وبيبص عليها. ولما البنت بدأت تاخد بالها الحاجة دي بتختفي بسرعة، فالبنت بتبص تحت السرير تاني وبرضه ما كانش في أي حد. وبعدين بتخرج من الغرفة وفجأة شافت تحت مجموعة ناس واقفين ساكتين كلهم بيبصوا لها. وبعدها لقيت ناس أكتر وراها، بس في لحظة كل ده اختفى. وهنا الرعب مسك فيها بجد، فجريت بسرعة على غرفتها وقفلت على نفسها. لكن بعد شوية بتدخل في حيرة، هي قفلت باب البيت الرئيسي فعلا ولا نسيت؟ ولو نسيت ودي تبقى مصيبة. فنزلت واحدة واحدة وهي مرعوبة ومستخبية ورا السور لحد ما وصلت للباب وقفلت الترباس بنفسها. ولما بصيت وراها ما لقيتش حد، فاتنهدت كده بالراحة، وفجأة ايدين خرجوا من الباب وراحوا على رقبتها. لكن هنا بقى بتصحى مرة واحدة وبيطلع ده كله كان مجرد كابوس. هي أصلا كانت غفيت وهي قاعدة، وأول ما صحيت بصيت تحت السرير تاني عشان تطمن نفسها، فلقيت بقى القطة بتاعتها اللي اسمها شيري. وهنا بقى الفيلم بيوضح لنا إن اللقطة اللي كنا فاكرينها لشخص بيتحرك في البيت كانت في الحقيقة من منظور القطة وهي طالعة من تحت لفوق. يعني الفيلم لعب بأعصابنا كده من الأول وخلط الحقيقة بالحلم علشان يخضنا. وبعدها بقى البنت بتنزل وهي شايلة القطة، لكن فجأة بقى بتسمع صوت جاي من فوق، فطلعت علشان تشوف في إيه، ولقيت باب السطح مفتوح، فبتستغرب جدا من اللي فتحه. ولما دخلت علشان تبص ما كانش في أي حد، فبتقفله بسرعة ونزلت دخلت المطبخ تعمل لنفسها أي ساندوتش. وفجأة بقى جرس الباب بيرن، ولما بصيت من العين لقيت راجل واقف بره، شكله كده يبان عليه هادي وعلى وشه ابتسامة. والراجل ده بقى كان اسمه سمير، وقال إنه جاي يقابل واحد اسمه مستر ملهوترا. فالبنت قالت له إن ده بيت مستر جوبيتا وما فيش حد هنا بالاسم اللي هو بيقوله. فسمير بيستغرب جدا وقال إن العنوان ده هو اللي اتقال له، لكن البنت تجاهلته ورجعت المطبخ. وهنا بقى بتحصل حاجة غريبة، السكينة اللي كانت سايبها جنب العيش لقيتها رجعت مكانها في حامل السكاكين، وطبعا بتتخط بس مسكتها وكملت. وفجأة بقى الجرس بيرن تاني، والمرة دي سمير بيقول لها إنه محتاج يعمل مكالمة، لكنها ردت وقالت التليفون عطلان. وده لأنها أصلا شافت التحذير في الأخبار وعارفة إنها ما ينفعش تدخل أي غريب البيت، خصوصا بقى واحد شكله لطيف زيادة عن اللزوم وبيحاول يدخل لها بأي طريقة. المهم رجعت تكمل، ولا المرة التانية بتلاقي السكينة بترجع لمكانها لوحدها. وهنا بقى بتبدأ تتلخبط أكتر، لكن قبل ما تستوعب الجرس بيرن لتالت مرة، والمرة دي قال لها أنا عربيتي عطلانة والدنيا برد ومطر، فأرجوك يعني أنا عاوز أدخل لحد ما الجو يهدى. بس البنت ردت عليه بسرعة، لو البرد مضايقك اقعد في عربيتك، ليه مضايقني أنا؟ فسكت وما بقاش عنده أي رد. وهي أخيرا كانت قربت تخلص الساندوتش، لكن الجرس بيرن بقى للمرة الرابعة، وسمير قال لها أنا مفتاح العربية جوه العربية، يعني حتى مش عارف يدخلها، أرجوك أنا بطلب منك للمرة التانية تدخليني، الجو بره صعب جدا. فهنا بقى هي بدأت تشك فيه بجد، لأنه كل شوية بيرجع لها بحجة جديدة وكلهم هدفهم واحد، إنه يدخل البيت. وده بقى نفس أسلوب القاتل اللي الأخبار كلها بتحذر منه. وعلشان تخوفه وتخليه يمشي قالت له على فكرة أنا جوزي نايم فوق ومش هيحب أبدا إن راجل غريب يدخل البيت، يعني حاولت توصله إنها مش لوحدها. لكن الغريب بقى إن سمير ما خافش، بالعكس قال لها طيب صحي وأنا أكلمه. فالبنت قالت له إنها مش هتقدر تساعده وطلبت منه يبطل يزعجها.
بس هو قال لها كلمتين كده يجوا على الجرح، وقال لها على فكرة أنا برضان، ورغم كده أنت بتتهميني إني بزعجك، وآسف يا ست على إزعاجك. وبعدين سابها ومشي، وهي افتكرت إنه خلاص اختفى، وكانت لسه هتاكل. لقيت سمير رجع تاني، بس المرة دي عند شباك المطبخ بيقول لها أنا جعان، ممكن أي لقمة؟ فبتديله الساندوتش اللي كانت عاملاه، وبعد ما أخده قفلت الشباك، والتوتر بقى اللي كان جواها طلعته في القطة وزعقت لها. وبعدها بقى بتعملها ساندوتش تاني، وبتقعد تتفرج على التلفزيون مع القطة. لكن بقى هنا الجرس بيرن من جديد، والمرة دي سمير كان بيشكرها على الساندوتش، وهو بيقول لها إن أمه كانت بتعمله زيه. وبعدها رجع كمان مرة عند الشباك وقال لها إنه عاوز يتفرج على التلفزيون. فالبنت فتحت له الستار علشان يشوف، لكن بدل ما يبص للتلفزيون هي حست إنه مركز معاها هي. فسألها سؤال غريب: هو جوزك مريض؟ الساعة داخلة على 5:30 ولسه نايم. فهنا بقى بتتعصب جدا وبتقفل الستارة في وشه، وفضلت ترمي المخدات من شدة ضغطه، لأنه فعلا بدأ يجننها. كانت فاكرة إنه أكيد مشي بعد كل ده، لكن لأ، رجع تاني وقال لها إنه شاف راجل فوق. وأول ما قال كده نفسها اتقطع، لأنها عارفة كويس جدا إن مفيش أي حد معاها، وجوزها ده هي أصلا مخترعاه، وده علشان تخوفه. وقبل ما تلحق تستوعب بتسمع صوت أزاز بيتكسر من فوق، وهنا بقى الرعب سيطر عليها بالكامل. فجريت بسرعة وفتحت الباب وخرجت بره البيت. وهنا بقى بتقول لسامر الحقيقة: أنا مش متجوزة، وأنا فعلا لوحدي، بس في حد فوق. فسامر بيمسك سلاح زينة كده كان فيه تمثال، وطلع فوق يفتش. وبعد شوية بقى نزل وقال لها إن مفيش أي حد فوق، وقفل الباب بنفسه. فهي استغربت وقالت له: طيب ما أنت اللي قلت إنك شفت حد فوق. لكنه قال لها إنه شاف الستارة بتتحرك بس، وده ممكن يعني يكون من الرياح والهواء العادي. وبعدين بقى قال لها حاجة أخطر: أنا من الأول أصلا عارف إنك لوحدك. فهنا هي اتعصبت عليه تاني، لكن المرة دي بدل ما يضحك أو يتعامل بلطافة، سمير انفجر فيها وزعلها بعنف. فهي اتخضت وسكتت تماما. وبعدها اعترف إن هو اللي رمى طوبة فوق وكسر الأزاز، وقال لها إنه عمل كده بس علشان هي ما كانتش راضية تفتح، ولو كان جوزها فعلا موجود فوق كان هيصحى بسبب الصوت. لكن بما إن بقى ما فيش زوج ولا متجوزة ولا حاجة، فالباب اتفتح في الآخر. الله، صحيح كده، هو أنت اسمك إيه؟ بصت له بقرف كده وقالت لي: أنا اسمي مياما. وفي اللحظة دي بقى بتستوعب الكارثة. الراجل ده من أول دقيقة وهو بيحاول يدخل البيت بأي شكل، وفي الآخر طبعا نجح، وده بالظبط نفس الأسلوب اللي القاتل بيستخدمه. وهنا بقى الخوف سيطر عليها بالكامل، وما بقتش قادرة تنطق ولا كلمة. وهو بكل هدوء قال لها: ما تعملي لي فنجان قهوة من إيدك الحلوة دي. وعلى طول دخلت المطبخ من غير أي نقاش، لكنه دخل وراها. وأول ما دخل مسك السكينة. هنا هي اتوترت أكتر، لكن هو حاول يطمنها وقال لها إنه مش هيعمل حاجة، وإن السكينة دي شبه اللي عند أمه. وقعد يهزر كده شوية هزار غريب، وقال لها: تعرفي أمي دايما مشبهاني بأنيل كابور، عيل مسمسم كده وشعره ناعم. أنا شعري ناعم صح؟ عندي شوية زيت زيتون بحطهم على شعري مخلينه زي الفل، نجيب لك شوية؟ وأنت خايفة مني ليه؟ ما تخافيش، أنا همشي أول ما المطر يقف. بس المشكلة بقى إن كلامه ما كانش مطمئن خالص، لأن كل تصرفاته من أول ظهوره كانت بتقول إنه مش شخص طبيعي، وإن وجوده جوه البيت لوحده معاها معناه إن الخطر الحقيقي لسه بس بيبدأ. وسمير بصراحة كده كان لسانه طويل جدا، ومن أول ما دخل البيت وهو بيتصرف كأنه صاحب المكان أصلا. والبنت كانت واقفة بعيد عنه مرعوبة، فبص لها وقال لها بكل هدوء: اقعدي براحتك، ده بيتك انت. وفي نفس الوقت بقى وكان قاعد بيتفرج على التلفزيون. والمصيبة إن نفس خبر القاتل المجهول كان شغال تاني، أو بيحذروا الناس محدش يدخل أي شخص غريب مهما كان. والمشهد هنا بقى كان مرعب بجد، لأن الغريب نفسه قاعد جوه البيت وبيتفرج على التحذير. بس هنا بقى سمير حس بخوف البنت، فقال لها: وانت فاكره ان انا القاتل؟ وهي طبعا ما كانتش عارفه ترد تقول ايه، فحاولت تخلص منه وقالت له: الافضل انك تمشي، جوزي زمانه جاي. كدبه جديده قالتها يمكن يخاف ويمشي. لكن سمير ولا كانه سمع اي حاجه، وقال لها بكل برود: ما يجي عادي، ولما يجي يا ست انا هتكلم معاه وافتح معاه حوار، السهره معانا صباح النهارده. يا سيدي ارجوك امشي، انا مش عاوزاك موجود. قالت له كده وهي متعصبه. فسمير فجاه قلب وشه وقال لها: ولو ما مشيتش هتعملي ايه؟ وبعدها راح جاب السلاح اللي كان في البيت. فالبنت بدأت تتحرك بخوف وتبعد عنه، لكن الغريب انه بعدها هدي جدا، وفضل يطمنها بصوت هادي، وقال لها: على فكرة أنا راجل محترم، واتحطيت في الموقف ده بسبب ملهوطرة. الراجل الواطي خلاني اتزنق وسط العاصفة، ولا عارف أروح يمين ولا شمال، وماليش مكان أروحه. وعلى فكرة أنا فاهم خوفك، لأن راجل غريب جوه بيتك، وكمان الأخبار بتقول إن في بقى قاتل متسلسل وبيدخل البيوت بالليل للناس لوحدها، فالصراحة كده حقك. بس والله أول ما المطر يقف أنا همشي فورا، ومش عاوزك تقلقي ولا تخافي مني. وبعدين عمل حركة أهدى من اللازم، وقال لها: يا ستي خدي السلاح بنفسك اهو، خليه معاكي، وانا لو عملت اي حاجه موتيني بيه، بس بلاش ارجوكي تصرخي تاني وتعلي صوتك. وبعدها بقى بدا يحكي لها عن حبيبته اللي اسمها ارتي. قال لها: تعرفي كانت شبهك جدا، بس كانت خوافه وبتتوتر من اي صوت،
ودايما حاسة إن في حد هيخنقها، وحتى هي كانت نساية شوية بتنسى على طول. وده نفس طبع البنت تقريبا. وقعد بقى يتكلم عن أرت كأنه بيفتكر أيام حلوة. وبعدين بقى فجأة صدمها وقال لها للأسف أرت ماتت، ومبسوط وأنا بتكلم معاكي علشان حاسك شبهها وعلشان بقى يخفف الجو. بيحكي لها نكتة، والغريب بقى إن البنت ضحكت فعلا. لكن في اللحظة دي القطة شربت قرب من سمير، وأول بقى ما شافها وشه اتقلب. قال لها أنا بكره القطط وبكره الناس كمان اللي بتحب القطط. وبعدين قال إن أرتي كانت بتحب القطط هي كمان، وسكت فجأة كأنه قال حاجة ما كانش المفروض يقولها. وهنا بقى البنت رجعت تخاف منه تاني، لأن التناقضات بتاعته بقت كتيرة والكلام بتاعه بقى يخوف أكتر، والخوف بقى بيزيد لما النور بيقطع. فهي بتقوم وبتفضل تدور على الشمعة، وبعد لف كتير بتدخل المطبخ. وأول بقى ما بتولع الشمعة شافت قدامها منظر صادم. القطة بتاعتها مقتولة، ومن الصدمة طفت الشمعة تاني في نفس اللحظة. وفي الوقت ده سمير كان بره في الضلمة وبيتمتم بكلام أو بيغني بصوت غريب، وده بقى زود الرعب أضعاف. البنت استغلت اللحظة دي وجريت على فوق، بس سمير جري وراها. وأول ما وصلوا لفوق الكهرباء بترجع تاني، بس المفاجأة بقى إن البنت كانت مستنية وماسكة فازة خبطته بيه على دماغه. تستاهل يا ابن الجحدة. وبعدها بقى بتجري تاني على تحت، وفضلت بقى المطاردة شغالة لحد ما فتحت باب البيت مرة تانية. بس هنا بقى بيظهر راجل تاني بيكون واقف عند الباب وفي ايده مسدس، وقال لها انا ضابط شرطة واسم المفتش قريشي. فبتجري عليه فورا وقالت له القاتل موجود واسمه سمير وقتل القطة بتاعتي. فسمير حاول يدافع عن نفسه وقال انا ما عملتش اي حاجة يا باشا، الولاية دي بتتبلى عليا. وقريشي على طول سيطر على سمير، والبنت فورا بقت في صفه وبدأت تحس ان الانقاذ وصل اخيرا. لكن اللي حصل بقى بعدها بيقلب كل حاجة. سمير بص لقريشي وسأله سؤال بسيط، انت اصلا كنت بتعمل بره البيت في المطر ده؟ ومين بلغ الشرطة؟ محدش فينا اتصل اصلا، فانت جيت هنا ازاي؟ والاسئلة دي خلتها نفسها بدأت تشك. فهنا بقى قريشي قفل الباب وقعدهم، وبعدها مسك التليفون وقال انه هيطلب دعم من المركز. وبعدين بدأ يشرح انه كان معدي من الطريق وشاف عربية واقفة في نص الشارع، فافتكر انها تبع البيت وعلشان كده جه يسأل. لكن سمير ما صدقوش خالص، لان عربيته اصلا ما كانتش واقفة في نص الطريق، كانت واقفة على جنب. وهنا بقى ابتدى يهاجمه بالكلام، انت مش لابس زي الشرطة الرسمي، ولا شكلك شكل ظابط، وشارب خمرة كمان ريحتك طالعة، وجزمتك كده شكلها مسروقة، ودخلت البيت ومتمدد كده كأنك في بيت خالتك. فين بقى الظابط في كل ده؟ وهنا قريش اتعصب وحط المسدس على دماغ سمير، لكن سمير ما خافش، قام انقض عليه فورا. وهنا بقى اتخانقوا خناقة عنيفة جدا، الاتنين فضلوا يضربوا في بعض لحد ما قلبوا المكان كله. وفي الاخر الموقف اتعكس تماما، الاول كان قريش هو المسيطر، لكن دلوقتي سمير هو اللي راكب فوق ونازل في ضرب. وفي وسط الخناقه المسدس بيقع من القريشي، والبنت بقى خطفته منه بسرعه وضربت طلقه في الهواء علشان توقفهم، بس ما وقفوش، فضربت طلقه تانية ولسه برضه، فاضطرت بقى تضرب الطلقه التالتة. وهنا بقى اخيرا بيهدوا شويه، وسمير قال لها انه واضح اصلا ان قريشي ما كلمش الشرطه، وان هو بنفسه هيطلب المركز دلوقتي. لكن البنت وقفته لانها في اللحظه دي ما كانتش واثقه في حد فيهم، فقررت تتصل هي بنفسها بامها وقالت لها في راجلين دخلوا البيت، ابعتي لي الشرطه فورا. ولحد ما الشرطه تيجي الاتنين اضطروا يقعدوا هاديين. والغريب بقى ان قريشي طلع سجاير، وفجاه هو وسمير قعدوا يشربوا سوا، اللي هو انتوا مجانين ولا ايه؟ يامي كانت باصه لهم استغراب، كانت عاوزه تقول لهم انتوا من شويه كنتوا هتموتوا بعض ودلوقتي قاعدين زي الصحاب بتدخنوا. وبعدها بقى قريشي بكل بجاحه طلب قهوه كمان، وسمير قال ماشي احنا هنعملها، وخلي المسدس هنا بقى عشان نكون مطمنين. وعلى فكره انا ما بعرفش اعمل قهوه، انا بس بعرف اشربها. بس اكيد انت بقى استاذ قريشي بتعرف تعملها؟ ده اكيد طبعا يا باشا، بعمل شويه قهوه على الريحه انما ايه عناب. اولاد المجانين الثلاثه قاموا راحوا على المطبخ، وهنا بقى سمير استغل اللحظه وخبط قريشي بالطاسه وقعه. وقبل ما يفوق قريشي خطف المسدس من ايد البنت كمان، وبعدين قال لها بصراحه كده انت بنت غبيه وساذجه، ولو فضلت ماشيه ورا اي حد بالطريقه دي هتموتينا كلنا، عاوزك كده تهدي وتسكتي وما اسمعش صوتك. وبعدها بقى وجه المسدس لقريشي وساله انت بقى جاي من انهي مركز شرطه؟ اسمه ايه؟ انا جاي من مركز بنفل. فسمير ساله على رقم المركز وطلب من البنت تتصل عليه، فبتطلب الرقم بالفعل. ولما سالت عن اسم المفتش قريشي الرد كان صادم، مفيش حد عندنا حضرتك بالاسم ده اصلا. فبكده يكون قريشي اتكشف، وسمير والبنت بدأوا يقتنعوا ان الراجل ده هو نفس القاتل الحقيقي. لكن قريشي فضل مكمل تمثيله ومصر. فسمير بقى ضرب طلقه بس ما جاتش في حد، والمشكله بقى ان المسدس كان فيه 4 رصاصات بس، والبنت ضربت 3 وسمير كان ضرب الاخيره، يعني كده خزنه المسدس فضيت. وفي اللحظه دي قريشي انتزع المسدس منه بسهوله وركب خزنه جديده كانت معاه، وقال لهم الحقيقه اخيرا، انا مش قاتل، انا مجرد حرامي دخلت البيت علشان اسرق بس كده.
وانا بقى ماشي دلوقتي، مش حمل بقى مشاكل معاك ومناهده، كفايه على لحد كده. بس قبل ما امشي انت علمت عليا ده اللي اسمك سمير، فانا لازم اخلص عليك، انت خطر عليا وعليها. وبعدين بيطلب من ميامي تروح تجيب له حبل. واول ما سمع بقى كلمه حبل سمير بيتخض بجد، لان نفس القاتل اللي في الاخبار طريقته كانت الخنق بالحبل، فبدا يحس ان نهايته قربت. لكن هو برضه ما استسلمش، قعد يعيط ويتكلم بطريقه تخلي قريشي يصعب عليه كده. واول ما لقى فرصه خطف سلاح وغرسه في بطن قريشي، وقريشي ساعتها وقف في مكانه. وفي لحظتها البنت بترجع بالحبل، لكن اول ما شافت اللي حصل بتتخض وبتجري على فوق. وسمير فضل ينادى عليها: يا ستي ما تخافيش، انا لو ما كنتش قتلته كان قتلنا احنا الاتنين، انت مش فاهمه حاجه، ده كان هيخلص علينا والله. وعلشان يثبت لانه مش القاتل حاول يتصل بالشرطه، لكن التليفون ما اشتغلش لان السلك كان مقطوع. وهنا بقى الصوره بدات توضح لنا، في حد تالت في اللعبه، حد كان موجود من الاول وهو بيحرك كل حاجه في الخفاء. لكن سمير لسه ما كانش فاهم الحقيقه كامله، كل اللي فهمه ان في شخص تاني جوه البيت غيرهم. والمفاجاه انه بدل ما يفكر في نفسه الاول كان خايف على البنت، فطلع يجري يدور عليها فوق وهي كانت مستخبيه هناك. وقعد يحاول يفهمها انهم لازم يفضلوا مع بعض لان في خطر حقيقي عليهم، والخطر ده جوه البيت. ولكن البنت كانت منهاره من الرعب، وساعتها بقى جرس الباب بيرن تاني. فسمير راح يفتح ولقى راجل واقف بره بيسال عن مستر ملهوترا. وهنا الصدمه بدات تتكشف، لان ده نفس الاسم اللي سمير كان بيسال عنه من اول الفيلم. يعني سمير ما كانش بيكذب، والبيت فعلا بيت ملهوترا. وسمير طلع فوق وهناك لقى الكارثه، جثه مستر ملهوترا ملفوفه في السجاده وحد قتله بالخنق. وفي اللحظه دي بقى الحقيقه بتضرب بقوه. تخيلوا كده القاتل يطلع مين؟ البنت نفسها هي القاتله. البنت اللي احنا طول الفيلم متخيلين انها الضحيه هي اصلا اللي دخلت البيت وقتلت ملهوترا وقطعت كمان سلك التليفون. ومن اول مشهد وهي بتلعب بالكل زي العرايس، وكل التوتر وكل الخوف وكل التصرفات الغريبه كانت جزء من لعبتها هي. وفجاه بقى ظهرت ورا سمير وعلى وشها نفس الابتسامه المرعبه، هجمته بالسكينه نفسها اللي كانت بتقطع بيها العيش. وسمير حاول يهرب منها، واثناء الهروب كسر ازاز الباب وطلع على السطح. وبما ان المطر من اول الفيلم ما وقفش، فطبعا الموجه الاخيره لازم أن تكون تحت المطر. وعلى السطح بقى في الاجواء دي سمير حاول يسيطر عليها، بس البنت كانت خارجه تماما عن السيطره، بتغرز السكينه في رجله. وحاول هو يقاوم ويدافع عن نفسه، فراحت غرزها مره تانية في ظهره. وبعدها بقى بمنتهى الجنون بدات تتحرك وتبتسم وتتصرف كانها طفله. وده بقى خلى المشهد كله يبين لنا ان البنت دي اكيد مريضه نفسيا. وسمير كان لسه في الروح، فحاول يوقفها، مسك عصايه وضربها 4 ضربات على دماغها، فدماغها بقت تنزل بقوه. لكن هي ولا كأنها حصل لها اي حاجه، ما كانتش حاسه حرفيا. ومع ذلك في اللحظه دي كان قدر هو يسيطر عليها. لكن فجاه بقى قريشي بيرجع تاني، كان لسه عايش الحزين، جه من ورا سمير وغرس في السلاح وقتله. واول ما قريشي ظهر، البنت في ثانيه اتقلبت لشخصيه الضحيه الغلبانه، وكأن سمير هو اللي كان بيعتدي عليها. لكن طبعا التمثيل ده ما كملش كتير، واول ما لقيت فرصه بتضرب قريشي هو كمان وبترميه من فوق السطح. وبكده بقى عندنا جثتين، واحده هنا وواحده هناك، وهي ولا كأن حاجه حصلت. وبعدها بقى نزلت واستحمت ولبست فستان لونه فاقع جدا كده على ستايل التسعينات، وبتقعد تنظف كل الدم اللي في البيت بمنتهى الهدوء وكأنها فعلا صاحبة المكان. وبعد بقى ما خلصت رجعت تكلم أمها في التليفون المقطوع بنفس البرود اللي بدأت بالفيلم، وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما جرس بقى الباب بيرن من جديد، وبنسمع صوت من بره بيقول: هو مستر ملهوترا موجود؟ وهنا بقى البنت بتبص ناحية الكاميرا وبتدينا الابتسامة المجنونة الشهيرة بيها. والابتسامة دي بقى هي اللي خلت المشهد ده يبقى أيقوني، الفيلم نفسه أيقوني، لأننا في اللحظة دي بقينا عارفين اللي هيحصل للشخص اللي واقف بره، لكن طبعا الحزين ما يعرفش. ولحد هنا بقى نكون خلصنا الفيلم. نهاية فظيعة الصراحة، بس بالنسبة للفيلم يعني إنتاجه سنة 1999، القصة حاجة كويسة يعني، مش اللي هي الأوفر قوي. وبس كده، أتمنى الشرح يكون عجبكم، وانتظرونا في كل جديد. سلام.